السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والله حبيت أتكلم في نقطة صغيرة كده دردش معاكم فيها. إحنا ليه شعب بيحب يبوظ كل حاجة؟ يعني مفيش أي حاجة حد يعملها لنا تساعدنا في حاجة معينة مثلا ونسيبها كده، نسيبها شغالة زي ما هي شغالة. لا، لازم نحط التاتش. يعني ابلكيشن مثلا زي اسمه رادار بوت. ايه الابليكيشن ده اللي عمله مثلا عشان يعرفنا الرادارات موجوده فين، نمشي براحتنا ناخد بالنا، عشان برضو ما يعني مش كل واحد فينا يخسر اللي وراه واللي قدامه في الرادارات والمخالفات. فكتر خيرهم، حاجه كويسه جدا عاملينها عشان يساعدونا. ليه بقى احنا نحط التاتش بتاعنا ونضيف بقى ايه؟ كل ما اجي امشي اسمع هرتله طول ما انا ماشي. رادار متنقل، رادار متنقل، رادار متنقل. مفيش رادارات متنقله. يعني ارحمونا شويه، الله يبارك لكم، ارحمونا. مش لازم يعني كل ما واحد، معلش انا اسف يعني، واقف بيعمل بيبي في الجنب هتقول واحد بيعمل بيبي. مش هينفع يعني، مش كده. امشي شويه الاقي يقول لك تحذير، طياره هليكوبتر تحلق في المنطقه. يا عم احنا مال ابونا، احنا طياره هليكوبتر تحلق يعني تضربنا؟ مش اسرائيليه دي، مصريه. هتخلص لفتها وتنزل تفول ولا حاجه وهتركن. يعني مش هتفضل طول اليوم ولا طول السنه بتلف وتدور فوقنا يعني. وبعدين يعني ارحمونا شويه، الله يبارك لكم، ارحمونا. احنا طول ما انا ماشي عمال اسمع في هرتله هرتله هرتله. احنا في غنى عن الكلام ده. الكلام ده طبعا للناس المصريه الجميله اللي بتحط التاتش بتاعها. في ناس كتير جدا طبعا يعني زي حالاتي كده، طول ما هم ماشيين بيسمعوا هرتله، بس يعني مش مشكله. فالله يبارك لكم. يعني الحاجه اللي ملهاش لازمه ما تضافش. الله اعلم يعني اللي بيضيف الحاجات الكتير قوي ديت مين، ولا حد مننا، ولا حد تاني عاوز الابلكيشن يتلغي، الله اعلم. بس على الاقل مش احنا اللي هنعمل الكلام ده. احنا ناس الابلكيشن اتعمل بيفيدنا، فبلاش احنا نضر نفسنا. بس يا جماعه وكان الله بالسر عليه.